مع صعوبة مهمة أمامنا تشكيلة ديال فريق الرجاء سيدخل بالمجموعة التالية. أنس زنيتي في حراسة المرمى، باقي فريق المولدي وجدية غادي يدخل بالمجموعة التالية. زياد العفصة في حراسة المرمى، باقي اللاعبين بدر قدرين. فريق الرجاء إمكانية التمرير محمد بولكسوت كيمرر لآدم النفاتي، شو غادي يعمل؟ كيمرر ولاعبي فريق الرجاء آدم النفاتي لبولكسوت على مستوى الجهة اليمنى. تمريرة فرصة تسديدة ديال يوسف بالعمري. وفريق الرجاء كيبقى دائما المكان الطبيعي ويبحث على الألقاب. هذه فرصة نوفل الأزروني، تمريرة تدخل الدفاع وابعاد الكره. فريق الرجاء من الجهه اليسرى نتابعوا هذه المحاوله. نوفل الازروني يمرر والدفاع. لاحظوا التمريرات العرضيه ديال نوفل الازروني بالرجل اليسرى، تدخل وابعاد الكره. الزاويه تلعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه الراسيه، تدخل وابعاد. لاعب عنده امكانيات جيده. شعيب فيدي كيمرر. هذه فرصه لفائده فريق المدير الوجديه، تسديده ولكن مشات الكره ببريجه. كيلعب الكره دائريه الراسيه، تدخل وابعاد الكره من طرف المدافع عبد الله خفيفي. هذه تسديده، تدخل الدفاع، كره بعيده ديال لاعبين فريق المدير الوجديه. بولكسو ترفع الكره داخل منطقه الجزاء. نوفل الازروني، كره مشات فوق المرمى. شفتش في الكره الاخيره كما سنتابع، لاحظوا فقط لمس الكره اللي مشات فوق المرمى، اللي لمست الشباك الخارجيه. كان فرصه لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب نوفل. تبدو المحاوله من الجهه اليمنى، تمريره تدخل وابعاد الكره. تدخل الرجاء، صابر بوغرين رفع الكره. فرصه نوف عبد الله خفيفي كيلعب كره طويله بتجي لاعب نوفل الازروني ممتازه. تمكن نوفل الازروني وانطلاقات نوفل الازروني. لاحظوا من وراء ظهر المدافعين خروج الحارس زياد العفصه، ولكن الكره مشات خارج ارضيه الملعب. كتضيع هذه الفرصه وهذه المحاوله من فريق الرجاء، ودائما بواسطه اللاعب نوفل الازروني كيبقى مصدر مبارك. مشى الكره بالجهه اليمنى. ادم النفاتي، شوف يعمل ادم النفاتي، رفع الكره في القائمه الثانيه ولكن منصات التتويج. جاود المحاوله، فرصه تدخل الدفاع دائما الخطوره. الحبيب بريجه يسدد وتدخل اسماعيل المقدم. ممكن افراط في الوقت. جاود المحاوله وهذه الفرصه لفائده فريق المولوديه الوجديه. امين صوان شنو يعمل؟ والكره التدخل والسرعه كما سنتابع. لاحظوا ما كانش هناك وضعيه تسلل. مشى اللاعب امين صوان الدخول داخل منطقه الجزاء، قد يحاول يمرر اللاعب يوسف انور اكثر من تسديد المرمى. فرصه ومحاوله. محاوله تمرير، رفعت الكره، كره اسهل ويبحث على امكانيه تمرير. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، كره بالراس عند صابر بوغرين داخل منطقه الجزاء. تدخل مبارك كيبحث عن الانطلاقه ديال يوسف بالعمري في الجهه اليسرى. بالعمري تمريره، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء داخل منطقه الجزاء. تسديده ديال الواقع ديالو انت. المحاوله شعيب فيدي بالجهه اليمنى، فيدي دخل داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه تسديده، تدخل الحارس. تابع هذه الفرصه وهذه المحاوله لفائده فريق المولدي الوجديه. شعيب فيدي اللي غير المكان ديالو من الجهه اليسرى للجهه اليمنى. بولكسوت يمرر. نوفل الازروني، تدخل الدفاع دائما الخطوره. صابر بوغرين، الكره بالكعب ولكن تمر جانبا. يوسف بالعمري اللي لعب الكره بالكعب ولكن مرت جانبا. تابعوا المحاوله، انطلاقه ديال محمد بولكسوت. لاحظوا التمريره، تسديده نوفل الازروني، رجعت الكره صابر بوغرين. ولاحظوا كيد تلعبات الكره بشكل ممتاز بالكعب من يوسف بالعمري اللي حاول يغالط الدفاع ويغالط كذلك حارس المرمى. كره تمر جانبا. اول فرصه واول تهديد لبولكسوت. شنو يعمل بولكسوت؟ تمريره نوفل الازروني، فرصه لفريق الرجاء. نوفل الازروني، تدخل فريق المولوديه الوجديه اللي كتابعوا الفرصه والمحاوله. كانت لفائده فريق الرجاء. كنقول بان الحارس زياد العفصه فاستحضر كل. يسري بوزوق، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. يسري بوزوق ممتازه عن صابر بوغرين، تدخل الدفاع. كره داخل منطقه الجزاء من طرف ادم النفاتي. يستعيد التنفيذ. لعبت كره دائريه دائما لفائده فريق الرجاء. يسري بوزوق يسدد، تدخل للمدافع انس. نزول المغرب جدول مبنى 2021 2022 الرتبه 14. نقول بانه هناك صعوبه في الوصول للمرمى. هنا تدخل الحارس انس نيتي. حاول انور يوسف انور، شنو يعمل يوسف انور؟ البحث على لاعب امين صوان. نتابع هذا المرتد الهجومي. امين صوان، خروج ديال انس. بولكسوت يمرر. نوفل الازروني، تدخل الدفاع دائما الخطوره. صابر بوغرين، الكره بالكعب ولكن تمر جانبا. يوسف بالعمري اللي لعب الكره بالكعب ولكن مرت جانبا. تابعوا هذه المحاوله، انطلاقه ديال محمد بولكسوت. لاحظوا التمريره، تسديده نوفل الازروني، رجعت الكره صابر بوغرين. ولاحظوا كيد تلعبات الكره بشكل ممتاز بالكعب من يوسف بالعمري اللي حاول يغالط الدفاع ويغالط كذلك حارس المرمى. كره تمر جانبا. اول فرصه واول تهديد لبولكسوت. شنو يعمل بولكسوت؟ تمريره نوفل الازروني، فرصه لفريق الرجاء. نوفل الازروني، تدخل فريق المولوديه الوجديه اللي كتابعوا الفرصه والمحاوله.
كانت لفائده فريق الرجاء. كنقول بان الحارس زياد العفصه فاستحضر كل يسري بوزوق. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. يسري بوزوق ممتازه عن صابر بوغرين. تدخل الدفاع، كرة داخل منطقة الجزاء من طرف آدم النفاتي يستعيد التنفيذ. لعبة كرة دائرية دائما لفائدة فريق الرجاء. يسري بوزوق يسدد، تدخل للمدافع انس. نزول المغرب تدول على ممرة 2021 2022 رتبة 14. نجم نقول بان هناك صعوبة في الوصول للمرمى. هنا تدخل الحارس انس نيتي. حاول يوسف انور، شادي عمل يوسف انور البحث على لاعب امين صوان، والكره تمر جانبا. امين بولو ديال وجديه. نتابع هذا المرتد الهجومي امين صوان، خروج ديال انس زنيتي يسدد والكره تمر جانبا. تعطي هذا الفرصه ديال وجديه والاعتماد على المرتدات الهجوميه. وصل الكره تمريره داخل منطقه الجزاء. دي فرصه والحكم لمهدي موهوب يستعيد ورقه هجوميه غادي يرمي بها المدرب الالماني جوزيف زيمباور. بوركسوت ليسري بوزوق مره اخرى عند محمد مكعازي لصابر بوغرين. فرصه لهدف الهدف صابر بوغرين. الرجاء لاحظوا صابر بوغرين يسدد امام جوج ديال المدافعين، تمكن ان يوضع الكره في الشباك بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه التسديده القويه الارضيه التي تغالط الحارس زياد العفصه. اذا نتيجه كتغير لفائده الفريق الاخضر فريق الرجاء 1-0. صابر بوغرين ينجح في تسجيل الهدف. تابعوا الهدف من زاويه اخرى ومن مقدم شاط كره في الجهه اليسرى. يوسف العمري داخل المنطقه دي فرصه. نوفل العزراوني يوسف انطلاقاته على المستوى الجانبي وعلى المستوى الجهه اليسرى. تلعبات كره دائريه داخل منطقه الجزاء. دي فرصه شعيب فيدي بالراس دائما الخطوره. فيدي شو يعمل يسدد. بوركسوت تمريره عند مهدي موهوب. خروج الحارس، خروج تدخل في المكان والتوقيت المناسب. لاحظوا مهدي موهوب وخروج الحارس زياد العفصه. فريق البلوديه الوجديه تابعوا الخروج اللي كان موفق للحارس زياد العفصه امام مهدي موهوب. بريجا مره اخرى على المستوى الجهه اليمنى للاعب يوسف انور رفع الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه راسيه وكره مرت جانبا. كره مرت جانب الحارس انس زنيتي. لعبات تمريره ولو ان اعتقد انه نادي النخمان خصوصا أنه نتابعوا محاضرين مع الفرق والانديه الاولى. دي فرصه خروج الحارس. فريق الرجاء عند اللاعب نوفل العزراوني. شنو يعمل العزراوني؟ دائما فرصه الهدف الثاني والهدف الثاني لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب مهدي موهوب. هذه المحاوله تمريره من الجهه اليسرى من نوفل العزراوني. رجعت الكره من بولكسوت ثم مهدي موهوب الذي يضع الكره في الشباك وهدف ثاني لفائده فريق الرجاء. لاحظوا يعني اعتقد نوفل العزراوني حاول يسدد مباشره للمرمى. مهدي موهوب في المكان المناسب يضع الكره في الشباك وهدف ثاني لفائده فريق الرجاء. تابع هذه المحاوله محمد بولكسوت تمكن انه يرجع الكره في الوقت اللي كنتابعوا التسديده ديال نوفل العزراوني. تصل الكره لمهدي موهوب وهدف ثاني لفائده فريق الرجاء. تود المحاوله شعيب فيدي فرصه الهدف وتدخل الحارس. تمت المحاوله لفائده فريق الرجاء. مهدي مبارك يبحث على التمرير. رفع الكره فرصه الان مرتد هجومي بواسطه اللاعب يوسف انور دخول داخل منطقه الجزاء. يوسف انور تدخل الحارس انس زنيتي نادر النخماني في الوقت كتبوا الفرصه بواسطه اللاعب يوسف انور يسدد وتدخل الحارس انس زنيتي ثم ابعاد الكره من طرف اسماعيل المقدم. هنا كذلك المحاوله شكلت خطوره واضحه، تسديده قويه وتدخل الحارس انس زنيتي. خبره وتجربه حارس انس زنيتي في الوقت اللي محاوله الكره. تبادل المحاوله لفائده فريق الوجديه لشعيب فيدي ثم تسديده مرت جانبا. تمريره فرصه الهدف هدف ثاني لفائده فريق الرجاء. زوق نحو مهدي موهوب لم يتمكن اللاعب حمزه بومغيط من ايقاف الكره في الوقت اللي مهدي موهوب امام المرمى يضع الكره في الشباك. اكيد بان مهدي موهوب سينتظر القرار ديال الحكم من اجل تاكيد هدف هو اول لمهدي.